انا عامله معاكم صينيه البطاطس ام لبن دي تقريبا من سنه، فلقيت امبارح ولادي بيفكروني بيها، فبيقولوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل صينيه البطاطس ام لبن في الفرن. هي بصراحه تستحق التجربه وما تقلش عن اي صينيه فرن انت هتحطيها، من بشاميل للجلاش لرقاق، باي حاجه باللحمه نفس الريحه بجد يا جماعه، وسهله جدا وكمان اقتصاديه موفره معاكي جدا، هتنفع معاكي في اول الشهر في اخره. الميزانيه مخرمه معاكي بصراحه، وهتنجز معاكي ومشبعه جدا. معانا هنا الصينيه بتاعتنا الفرن احنا هنشتغل فيها على طول. هننزل بيها بمعلقتين كده سمنه، وهننزل بالبطاطس بتاعتنا مقطعينها مكعبات، وهنبدا نشوح في البطاطس مش اقل من 10 دقايق تشويح بقى. هننزل ببصلايه احنا مقطعينها جوانح. بصوا يا جماعه ان الاكله دي، بصوا بصراحه هي بتنجز معايا كمان في اي وقت. لو ما بقى مثلا ايه الدنيا مش قد كده، فبصراحه بتنجز معايا ومش بتكلف اي حاجه وسهله جدا، وبصوا في نفس الوقت ايه مشبع. معانا هنا كمان قرن فلفل هننزل بيه، وهننزل بواحد سبايس اختياري. هننزل بطماطم متقطعه كده برضو حتت صغيره، وهنبدا نقلب في كل الخليط دوا. ننزل بالتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات وبابريكا ومكعب مرقه. هنقلب كل الكلام ده في بعضه، وهنسيبه على النار هاديه جدا. وهنجيب نص كوبايه من الميه، وهنسقسق الكلام ده كله نص كوبايه، انا مش عايزه ميه كتيره. وعلى نار هاديه، وهنسيبها بقى تستوي خالص على البوتاجاز من فوق. هنكون جايبين هنا بضايه، ملح وفلفل وكوباية لبن، وهنقلبهم بالظبط زي كأنك بتسقي الجلاش. مجرد ما البطاطس هتدخل معاكي في السوا، هنسقي معانا اللبن وهنحطها كمان في الفرن. خلاص مجرد ما الكلام ده كله بقى يتشرب، هنديها وش الشوايه. عايزه اقول لك ريحتها جايبه اخر الدنيا، سهله وبسيطه اقتصاديه مش مكلفه خالص. يا ريت بقى لو عجبتك ما تنسيش تحط اللايك، واشوفكم بخير حبايبي.